السلام عليكم. اليوم مع وصفات موالتكم بيتزا كاري باش تجيك مقرمشه محمره من التحت. شوفوا معنا هايله. تبعي الوصفه تاعنا اليوم اكيد راح تنال اعجابك. العجينه تشبه بزاف العجينه، يعني بيتزا باينه عجينه البيتزا وشنو هي، فقط العجينه تاع اليوم خليط سميد وفرينه، لكن طريقه التشكيل تاعها تختلف شويه. يلا تبعي معايا الاخير تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذه البيتزا الرائعه محبوبه الجماعه. السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم يارا. وصفة اليوم هي بيتزا كاري. ما كانش فينا اللي ما يحبش بيتزا كاري. هاد الوصفة السهلة اللي ما تشدش اليد، توجد ليه تخرج كونتيتي كبيرة وبزاف بنينة. نروحوا نشوفوا مقادير هاد الوصفة وطريقة تحضيرها. راح نزيد لها شويه تاع زيتون خضر اللي كنت حطيته في الماء وبدلت له الماء واحد 3 خطرات 4 خطرات، وشويه برك تاع فخوماج غابي. هي نورمالمون بيتزا كاري ما يديرولهاش فخوماج، انا كان عندي غير شويه هكا حطيته من الفوقه. ومن بعد راح نخليها تسنيوه هكا فوق الطابله واحد 5 دقائق باش ندخلها طيب. ما تدخلوهاش تمتم، خلوها 5 دقائق، حسبوا بالوقت. طيبوها على 220 درجه، شعلوا لها من تحت، خلوها تدي تحميره، وعاودوا شعلوا لها من الفوق وطفوا عليها. هنا البيتزا تاعي بعد ما طابت جبت زيتون كحل حطيته في زيت الزيتون ونحطوها كامل فوق. ما تحطوش الزيتون من قبل، كي يطيب راح شغل يتكمش ما يوليش شباب. خلوها حتى كي يطيب، وزدت لها شويه تاع زيت زيتون هكا باش ما تجينيش ناشفه. ونزيد تاني كرشه تاع معدنوس. وهكا البيتزا تاعي راهي واجده. هنا كي قطعتها راكم تشوفوا في الشكل النهائي جات بزاف بنينه، جات خفيفه وفيها تقرميشه هايله، والبنه تاعها ما تشبعش. شوفوا كان ينقسم فيها راهي تبان بلي راهي مقرمشه من تحت. ما نشوفوا ما جاتش خشينه بزاف كيما ما جاتش رقيقه، وبنتها هايله. ان شاء الله كامل تجربوا هاد الوصفه، وعلى بالي كان تجربوها حتعجبكم. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، مع السلامه. لها الطون. دوك انا هنا خيرت الطون ريكامار تاع الزيت هايل. نصيبو مرصوات كاملين، خاصه يعني ينصحوا به لاصحاب الريجيم واصحاب السبور. اذا هو معنا غلط البنات ماشي في الزيت، في الماء هايل. هذا ينصحوه لاصحاب الريجيم واصحاب السبور. اذا ندير هكذا شويه في كل حبه من جهه الزيتون، غير شويه اللي تحب دير لي زونشوا ثاني يجوا هايلين. وشوفوا مرصوات تاع الطون تصيبوه لداخل كما تقدري ديري تاع الحار. عندهم نتاع الحار ندير نص حار ندير نص عادي. ها هو تاع الحار كيفاش يجي بالطوماطيش، لكن الذوق تاعو يجي حار. الحار ندير غير شويه، غير ليا ولا عرفوا الدراري انه ما ياكلوش الحار. الوصفه تاعنا اليوم هي بيتزا كاري. ها هي معنا بعد ما قسمتها. يعني اصلا كي ديري السميد ديري الزيت وهي تفتحيها بالسميد في السنيوه ماش راح تلصق. شوفوا تنحيها بكل سهوله. شوفوا معنا، شوفوا كيفاش جاتنا، فتحيها الرقيقه. شوفوا كيفاش طابت لي من التحت محمره هايله تحفه. ما عليكم غير تجربوها. شوفوا قرمشه من برا، طراوه من الداخل، هايله كيما تحبوا، يعني كيما مالفين ناكلوا بيتزا كاري تاع المحلات. يلا واش رايكم في الوصفه تاعنا اليوم؟ ما عليكم غير تجربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.